عاملين ايه يا جدعان؟ بيتر كله كده بتحكي ليه؟ معلش يا جدعان، عارف ان انا مقصر والله العظيم، بس اكيد في اسباب، يعني في اسباب ورا الكاميرا انتوا مش عارفين، بس والله يعني ايه، من اول دلوقتي دي 1 نخش في الموضوع على طول. كوره حاجه جميله فشخ، والناس تشجع منتخب بلادها بقى وبتاع. لو دخلت اي حاره شعبيه هتلاقي عيل صغير كده لابس تيشيرت الاهلي ويقول لك انا نفسي ابقى زي محمد صلاح، وانت لازم تقول له انت هتبقى احسن منه يا حبيبي، وانت عارف ان الواد ده لما يكبر هيقف على النصر جامد. الناس المتعصبه فشخ للمنتخب دي اللي لو لعيب عمل غلطه يطلعوا ميتين امه. يعني محمد هاني لما جاب جولين فينا مسكوه فشخوه، وعندهم حق بصراحه. اللي بيعصبني مش الناس دي بصراحه، في فئه من الناس كده قررت تقدم محتوى عن الكوره، دول اللي بيعصبوني، وبيتكلم عن مصر والمنتخب المصري والكوره وبتاع. انا ما عنديش مشكله مع محتوى الكوره، ده محتوى جميل يعني فيه، بس في ناس معينه كده هم اللي بتحسهم بيكرهوك في الكوره وبيكرهوك في مصر وفي بلدك. اول حد معانا كريم خليل، كريم بيطلع يقول نفس الكلام اللي اتقال في الفيديو اللي قدامه، يعني هو ولا بيضيف حاجه ولا بيعمل اي حاجه، يعني هو بيطلع بس. امام عاشور مثلا قال الحمد لله، كريم هيطلع يقول لك امام قال الحمد لله. ماشي يا عم، ماشي يا امام، يرحمكم الله يا عم. انا طالع مخصوص عشان كابتن ابو تريكه طبعا. يعني انا اول ما عرفت طلبت من الجهاز، قلت لهم انا اوجه له رساله. نفسي في يوم من الايام، زي ما الناس دلوقتي بتقول لي ان انا شبيه ابو تريكه. يعني نفسي حتى احاول ابقى ربع ابو تريكه. يوم ابو تريكه ردت قايل ايه بقى؟ يقول لا امام انت احسن مني اصلا، انت مسجل هدفين في كاس العالم. يعني امام عاشور بيقول انا نفسي ابقى ربعك، يروح ابو تريكه يقول له يا ابني انت احسن مني اصلا، انت مسجل هدفين في كاس العالم، انا ما روحتش اصلا. شوف التواضع تاريخي والله. تاريخي والله. شوف يا اخي، امام بيقول نفسي ابقى ربع ابو تريكه، وابو تريكه بيقول له انت احسن مني. يا عم تاريخي يا عم تاريخي والله يا حبيبتي يا مصر. يا مصر بتعملها ازاي كده؟ لا واستنى، وكده البانينكا بتتلعب كده، ابعتها له يمكن مش واخد باله. رسميا والاول مره في التاريخ مصر تصعد الى دور ال 16 في كاس العالم. تعالى. طب ما انت تاريخ احسن والله. يا مصر بتعملها ازاي كده مصر بتعملها كده، ابعتها له بقى، ابعتها له، يمكن هو مش واخد باله. والله المصريين دول غلابه فشخ يا جدعان. انا اول ما دخلنا كاس العالم وانا عارف ان احنا مش هنكمل بعد دور ال 16، ده اخرنا، ده الخط اللي ما ينفعش نعديه، بس هم المصريين يعني طموحاتهم عاليه شويه. لقطة ان رونالدو بيقول بسم الله دي مش واخدة حقها بصراحة، وانا ما شفتهاش قبل كده من قبل ما رونالدو يروح الدوري السعودي. ما شفتش رونالدو بيسجد قبل كده في احتفال، ما شفتوش بيسمي الله قبل ما يشوط اي تسديدة. كان دايما يكلم نفسه، يحفز نفسه، ويطلعوا بتوع لغة الجسد يكلمونا وهو بيقول ايه ستفعلها يا رونالدو، مش عارف هتشوطها. لما شفتوش بيسمي الله، وده تحول لافت. يعني تخيل محمد رونالدو ويصلح غلطته مع جورجينا، يبقى الافضل في التاريخ. خلاص قفل اللعبه، خلاص يا باشا، شوف بقى كام مليار هيخش بعديه للتاريخ والله. خلاص كده، ده قال بسم الله وبقى اسمه محمد رونالدو، قفل اللعب. بس اهم حاجه ايه؟ يصلح غلطته مع جورجين. تخيل ده واحد عنده حاجه و20 سنه، للتاريخ والله. تخيل ده اخوك كبير، تخيل ده اخوك كبير مبسوط ان كريستيانو قال بسم الله. يا سلام عليك يا مصر والله. تعالى تحرص المرمى مصطفى شوبير 9/10، ال10/10 شايلها الواحد. ياسر ابراهيم 5/10. رامي ربيعه 9/10 من نجوم المباراه، اذا ما كانش تاني نجوم المباراه. اقول لك مين رقم واحد حالا؟ محمد هاني. الجونين اللي جبتهم فيك انا عايز اكلمه لك ان الجون اللي جابه محمد هاني في نفسه لازم كل بطوله، يعني محمد هاني رغم اداؤه كويس انما لازم يعمل حاجه غريبه، جاب جونين في نفسه. يعني مع انه عامل بطوله الاربع ماتشات، محمد هاني وشوبير انا من وجهه نظري نجوم الاربع ماتشات، لكن لازم يديك حته تريد مارك جونين. هو كده محمد هاني يمشي عدل ويبوظ الدنيا مره واحده. حركه وحشه جامد من محمد هاني، بس انا بنحبه. مشكلتي ان انا بنحبه، وخفوا عليه بقى يا رجاله، خفوا عليه عشان الواد ايه يعني، خلاص نفسيته متدمره خالص. فكك بقى من كل دول بقى، فكك من كل دول اللي كانوا تمهيد. معانا بقى هيمكس ده لو انت بتحب الكوره كراك في ميتين ابوه. دايما هتلاقيه بعد اي حدث بثانيه ونص منزل فيديو بيتكلم عنه، بيزعق فيه وبيعمل كده بايده، مش عارف بيلحق ازاي. يعني هو ابلود الفيديو ذات نفسه بيبقى بياخد اكتر من الوقت ده. ماني مصدق مصر سوتها بعد 92 سنة. في مباراة مصر ضد استراليا حصلت اشياء تاريخية. الاول امام عاشور سجل هدف على استراليا، وهذه معناها ايش؟ معناها اصبح امام عاشور هو اول لاعب في تاريخ منتخب مصر يسجل في الادوار الاقصائيه في كاس العالم. وفي مفاجاه ثانيه، اللي جاب هدف التعادل لاستراليا مين؟ محمد هاني بهدف عكسي. هذا الهدف دخل التاريخ، واصبح محمد هاني هو اول لاعب يسجل هدفين عكسيين في نسخه واحده من كاس العالم منذ سنه 1966 لاول مره تاريخيه. هي كلمه تاريخيه دي، اي حد بيقول كلمه تاريخيه دي يعرف ان هو مشجع كوره شرس قوي. انا نفسي ايمكس يتكلم عادي في فيديو واحد بس على الاقل، مفيش فيديو واحد للراجل دوت غير هو بيتكلم وبيرقص دبكه وبيقول تاريخيه ودخلت للتاريخ والكلام ابن الاحلام. واخيرا سواها رونالدو بعد 6 نسخ كاس عالم، سواها
بعد انتظار 20 سنة. ايش اللي صار يا هيمكس؟ رسميا بعد هدف رونالدو على كرواتيا في الادوار الاقصائية سجل اول هدف له في الادوار الاقصائية في كأس العالم. يعني كل اهداف رونالدو في كأس العالم ال10 كانت في دور المجموعات. ايش اللي صار يا هيمكس؟ علمنا يا هيمكس، مش قادرين يا هيمكس. يعني انت عايز تفهمني ان كريستيانو رونالدو جاب جون في كاس العالم؟ يا اخي ما حدش كان يعرف حاجه زي دي خالص. يعني بص يا هيمكس يا ابني، انا مش هقول لك غير حاجه واحده بس. ايش اللي صار يا هيمكس؟ عشان خاطري لاجل النبي ما تزودوهاش على محمد هاني. الله يرضى عليكم. انا عارف ان هاني النهارده الراجل اتشفط في الملعب، وعارف انه نظريا هو مسجل في نفسه 2 اون جول في البطوله دي، مسجل في نفسه هدفين عكسين، بس عشان خاطري بلاش انت تقل على محمد هاني. انتوا عارفين وجهه نظري في محمد هاني من قبل البطوله، بس الراجل هو الباك اليمين الوحيد اللي متوافر عندك وبيحاول لاقصى قدر عنده، فعشان خاطري بلاش يعني نيجي عليه. ممدوح نصر الله المشجع الانسان. عارفين المشجع اللي هو بيحس باللعيبه ده، اللي هو بيخش معاهم اوضه الملابس ده، اللي هو بيشوفهم بيغيروا بوكساتهم. بس ايه عشان خاطري؟ انت مالكش خاطر عندي يا استاذ ممدوح. ايه الخرا اللي محمد هاني يعمله ده؟ مفيش مبرر اللي يعمله يا جدعان. افشخوه يا جدعان، روحوا افشخوه. ميسي كان مقتنع ان اللي بيحصل معاه في المطار ده مقلب. كاس العالم السنه دي طالع لينا بلقطات تاريخيه كل يوم. الاف الكنديين نزلوا الشوارع علشان يشوفوا رونالدو، ولما رونالدو طلع من شباك الفندق اتصدم من كميه الناس اللي كانت مستنياه. وفي لقطه تانية احد الصحفيين قالوا لامين يامال فرنسا عندها هجوم مرعب. يامال بص له وقال بكل ثقه واحنا مالنا. وفي ماتش السنغال وبلجيكا واحد من لعيبه السنغال رمى نفسه على نقطه الجزاء علشان يمنع بلجيكا تنفذها، وما كانش عايز يقوم خالص. وهنا بقى لقطه الانشلوتي كان بيحاول كده يسترجع ذكريات زمان وينطق بالكوره، لكنه شكله ما كانش بيعرف يلعب. وفي المطار بقى كل لاعب كان لازم يعدي على تفتيش امن كامل وتفتيش ذاتي. رونالدو خلص وعدى عادي، وبعد كده الدور على ليونيل ميسي ومنتخب الارجنتين. الموقف ده حرفيا خلى ميسي يموت من الضحك يا جماعه. وهم بيفتشوا ميسي كان في قدام بيفتشوا روميرو فجأة واحدة التفتيش وقف عنده. ليه؟ لقوا في الشنطة بتاعته ولعت فحم، فميسي انهار من الضحك حرفيا. وبس كده يا سيدي، واهلا بيكم في الشيك. الموقف ده بقى بالذات خلى ميسي ينهار من الضحك. عارف ليه؟ عشان روميرو وهو بيتفتش لو معاه ولاعه فحم. ده لو انت ما كنتش عارف يعني. فميسي اول ما لقى روميرو معاه ولاعه فحم ايه؟ انهار من الضحك. طب يا جدعان كده نكون قفلنا القضيه. ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وفولو على انستا والتيك توك وتخش سيرفر الديسكورد. انا عارف ان الفيديو قصير برضو المره دي، بس يعني ايه بعد كده يا جدعان الفيديو هيبقى اكتر من 12 دقيقه. انا عارف ان انا في الاخر مش هعمل كده، لا بنهزر يا جدعان. وان شاء الله الفيديو الجاي انا مش عايز نوعدكم يعني عشان ايه ما حد ما تشتقنيش في الكومنتات المره الجايه. المهم يعني ايه باذن الله خير وهنستمر باذن الله يا جدعان. عشان عندي ايه، انا عندي مشاكل يا جدعان برضو ومشاوير وحياتي مليانه في احداث ياما في حياتي. طب يا جدعان بقى الله اشوفكم انتوا رايحين فين. يلا سلام. ماني مصدق مصر سوتها بعد 92 سنة في مباراة مصر ضد استراليا. حصلت اشياء تاريخية. الاول